السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت وشطارتك في المطبخ سميتها ليه كده؟ ممكن انت اعمل حاجة وانت تعمليها احلى، بس دي بقى محدش عملها على اليوتيوب. فبالله عليكم اللي بيقلد يقلد ويكتب انت وشطارتك في المطبخ عشان تعبي ما يروحش. اول حاجة اللي انا فكرت فيها ما حدش يقلدها وياخد ترندات وكمان ويستفيد بيها، وفي الاخر انا محلك سر. فحرام بجد والله حرام، لازم تعملي هاشتاج انت وشطارتك في المطبخ وخدي اللي انت عاوزاه وقلدي زي ما انت عايزه. تمام. شوفوا بقى الحلاوه، شوفوا الشكل، شوفوا الجمال، بجد طعمها خرافه، حاجه كده لذيذه، حاجه كده طعمها حلو قوي. جيبي اي فاكهه عندك، حتى لو تفاح كمان هيبقى جميل قوي. اي فواكه عندك هاتيها وقطعيها. هاتي بقى البطاطا، غسلتها كده، بعد ما غسلتها بحط الكبيرة تحت والمتوسطة بحطها بعدها، طبقة بعدها، والصغيرة الخالص بحطها فوق خالص عشان مش عايزاها تدوب ساعة ما تيجي تتسلق. تمام كده. انا بسلقها بمية بس فقط. لو عندك البطاطا طعمها ماسخ شوية حط لها سكر، هتبقى جميلة جدا. خلاص تمام. بسويها كده وبحط الغطا عليها علشان انا مش عايزه منفس خالص يخرج منها عشان تستوى في البخار او تستوى في ميه ضعيفه جدا. خلاص بعد ما اتسلقت كده اقطعها بالسكينه كده. وبعد طبعا ما قطعت الفاكهه خلاص بفتحها كده، شوفي استوت خالص ازاي، جميله جدا. فتحتها كده وهبدأ ان انا احط فيها الفواكه. احط بقى الفواكه اللي انت عايزاها. ممكن بعد ما تحطي الفواكه جواها كده هتحطي عليها العسل، عسل نحل او شربات من بتاع الحلويات، مفيش اي مشكلة، اي حاجة، اي حاجة من دي. لو انت مش عايزاها مسكرة قوي لا هنستكفي ان احنا هنحط الفواكه بس. هنحط الفواكه بس فيها وخلاص، علشان لسه هنسيح شوكولاتة البيضة والشوكولاتة السمراء. تمام. نسيحهم الاتنين كده، وبعد كده هنحطهم على الوش عشان يبقى منظرهم جميل وطعمهم حلو قوي، بيخلي البطاطا بصراحة مسكرة والطعم روعة. هنبدأ نرص كده كل الفواكه بقى اللي احنا قطعناها. يا ريت الفواكه بتبقى متنوعة زي ما انا عاملاها كده، بتدي طعم احلى وشكل كمان جميل يجذب الأطفال والكبار كمان يحبوا ياكلوها. سيحت خلاص الشوكولاتة وحطيتها على الوش كده بمنتهى السهولة، من غير ما اعمل كيس ومن غير ما اعمل اي حاجة خالص، حطيتها بالمعلقة كده. لا شكلها بصراحة حلو، وكمان اتعملت بسرعة جدا. شكرا ليكم وجزاكم الله كل خير، كل اللي كتب لي كلمة حلوة، كل اللي كتب لي تعليق، كل اللي عمل لي اعجاب، جزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله، دمتم بخير.